كابتن الخطيب لو رجعنا شويه لورا يا كابتن 2012 كان الكابتن حسن حمدي هو رئيس النادي والكابتن الخطيب هو نائب رئيس النادي. حصلت بعض المشكلات، هل هيستمر المجلس مش هيستمر قدامه سنه، لا قال لا مش عارف ايه بتاع. كابتن الخطيب قال لظروفي الصحيه انا بعتذر عن استكمال يعني المهمه مع المجلس للفتره المتبقيه، كانت حوالي سنه تقريبا يعني. والمجلس حاول معاه والحكايه والروايه، قال اصل الدكتور بتاعي قال كذا لا كذا، كان ورم خبيث لقيناه حميد، الف حمد يا رب والف حمد لله على السلامه يا كابتن. ثم تحدث البعض في هذا التوقيت انه الكابتن راح يعمل اعلان لدعايه المنتخب الاولمبي اللي كان رايح اولمبياد لندن لاحد شركات الاتصالات، فده كان امر وضغطوا عليه والحكايه والروايه، واثار هذا الامر حوارات كتيره جدا، ولا يا كابتن لا ارجع لا كذا لا كذا نقي. ثم عاد الكابتن محمود الخطيب كعادته يعني. طيب اقول لك على معلومه، مدحت شلبي بيشجع الاهلي، ايوه بيشجع الاهلي في الاصل، بس اللي زي ده لا بيكون اهلاوي ولا زملكاوي عند المصلحه، بل انه هتلاقيه بيدخل في معارك ضد الاهلاويه لمجرد ان له مصلحه في شغله. مدحت شلبي كان عنده مشكله مع حسن حمدي، وكان بيدافع عن بند ال8 سنين بكل قوه عشان يخلص من مجلس اداره الاهلي. كان عدو جوزيه الاول، وكان فاتح البرنامج طول اليوم للهجوم عليه، وسهرة مع محمود معروف للصبح عشان يقول فيها جوزيه كفتجي. مفيش فرصة كان ممكن يهاجم فيها الخطيب وما عملهاش. حتى كأس العالم للأندية وبطولة أفريقيا مفيش فرصة يقلل من قوتهم إلا وكان بيعمل كده، عشان هو مشكلته أكبر من أشخاص. جات له فرصة لما تعب، الناس تنسى كل ده وتدعي له بكل إنسانية، ولكن عشان هو نفسه بيفتقد الإنسانية وما يعرفهاش، قرر بنفسه يفكر الناس بالتاريخ الأسود والمسيرة اللي كان فيها كل المواقف دي ضد كل ما هو أهلاوي، وده أكبر عقاب كان ممكن يعاقب بيه نفسه. رحنا بعد كده لرحلة النادي الأهلي إلى كأس العالم للأندية أخيرا اللي كنا بنعلق عليها واخدينها هنا اكسكلوسيف على قناتنا الجميلة MBC مصر. كابتن فاجئنا كلنا وقال إنه لظروفه الصحية الدكاترة قالوا إنه ما يسافرش لأمريكا، رحلة طويلة تؤثر على صحته. الواقع إن الكابتن محمود الخطيب تقدم بأوراقه أونلاين للحصول على التأشيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولم يحصل عليها ببساطة شديدة جدا. طبعا أنا بقول كلام أنا مسؤول عنه يعني. طب ليه نطلع نقول لصحتي والدكاترة؟ خلاص يعني حتى مش لازم نقول، يعني مش بالضرورة رئيس النادي يسافر مع الفريق، يطلع فيها الأستاذ مرتجي، يطلع فيها أي حد من السادة الأعضاء، رئيس نادي كابتن طارق، محمد شوقي، غيره وغيره، دول طلعوا كتير يعني. فليه أنا أربط أمر غير حقيقي؟ يعني السيدة سفيرة أمريكا كانت في زيارة للنادي الأهلي قبل ما يتقدم الكابتن الخطيب للحصول على تأشيرة، ولكن ده سيستم في السفارة الأمريكية، ما أخدش التأشيرة، ماليش دعوة ليه، مش قضيتي خالص ولا أتحدث فيها، لكن لم يحصل على التأشيرة خلاص. طلع كابتن الخطيب قال إن الدكاترة منعوني من السفر لظروف الصحية. ما كانش ليها لازمة يا كابتن. أولا ما تفولش على نفسك، أنت زي الفل، وكمان لا نصدر للناس أمر لا يتماشى مع الحقيقة يعني.